والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين، واللعن والعذاب على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عادت إلينا كربلاء وليتها عادت لنا بالمرتجى الموعود، من بطن مكة يطلب الثأر الذي في جيده كالعقد والمعقود، يأتي ضريحا للحسين مناديا جودي يا عيني دماء جودي، يرمي بهامته على أعتابه جداه جئتك موفيا بوعودي، فأنا الذي لم أنس ذبحك ساعة، وكأن شمرا لم يزل بقعودي، يحتز من نحري وريد المضنيا، لم ينه حز النحر منذ عقودي، جداه قل لي كيف عباس هوى، جداه قل لي كيف عباس هوى، والسهم في عين بغير زنودي، ما حال زينب والصياط تأمها. إذا كان هو في غير أيام محرم يقول لا أبكين عليك بدل الدموع دما، ولا أندونك صباحا حتى أموت بلوحة الفلس. شلون حال الليلة وهاي ليالي السبي وليالي الحسين. جداه قل لي كيف عباس هوى، والسهم في عين بغير زنودي، ما حال زينب والصياط تمها، والشمر يشتم عمتي وجدودي، يستل من تحت الضريح رضيعه، ومناديا في الفان والمشهود، ما ذنب طفل قد رمته سهامهم، شتان بين وفودهم ووفودي، خلصت ايام العمر وانت بعيد، وهذا يومك مجبل علينا وجديد.
صحن العاصي أو كثير عيوبي، وجهي أسود من سواد ذنوبي، بس يظل حبك يضوي دروبي. الدنيا تاخذني لجن ما ضيعت مجلس حسين وأبد ما تيهت، ذكر حسين بيحلى البجي، وكل مصاب يهون لمصاب الشهيد. تدري خلوا عمتك عتايل تصيح، تدري خلوها توين والنايا تذبح، تدري خلوها علي الغبرة تطيح، ومن تطيح الطفيه يجي ترابع. روح مهدي نش كثر، روح مهدي نش كثر أذوها بيوم زينب عليه السلام. أنا روح مهدي نش كثر أذوها بيوم زينب عليه المشاور. تبكي يم حسين ما المسألة الثانية التي التفت إليها المحققون والباحثون والكتاب والشعراء والأدباء في قراءة كربلاء هي عالم الألفاظ والمعاني. هذا عالم طويل عريض، ومرة يكون الكلام في اللفظ من جهتي الإملاء والنحو، ومرة يكون في علاقة اللفظ بالمعنى وانطباقه واللي منه الترادف والاشتراك. هذني الأمور بقد ما هن مقدمات وبقد ما هن حاضرات وبقد ما هن بسيطات، ولكن الآثار التي ترتبت عليها آثار عظيمة. بكلمة واحدة، جل ما يطرح في زماننا هذا بعنوان شبهات أو إشكالات في الحقيقة هي ليست إلا اشتباه لغفلة وقعت إما في عالم اللفظ أو في عالم صدق اللفظ على المعنى. الليلة راح نقرأ نتوقف عند جملة من هذه الأخطاء حتى نشوف أن بعض الذين قرأوا كربلاء من أين نشأ الخطأ في قراءتهم. أبسط قضية اللي هي في عالم اللفظ، الحركة. هذه الحركة الإعرابية، فتحة والضمة، هذه تغير المعنى برمته، تغير المعنى بأكمله. يوم من الأيام، هذه أيام الزيارة، اكو ناس يجون يوقفون يزورون الناس، مجموعة، يجي واحد يشغل سماعة، شايفينهم بالسيارة ولا ما شايفينهم؟ شايفينهم صحيح؟ فاكو فد واحد لازم سماعة ويزور الناس العباس عليه السلام. هذا غير حركة وحدة، حول، هو مو قاصد، قطعا هو الرجل مو قاصد، ولكن هذا التغيير شنو سوى؟ حول العباس عليه السلام من مقتول مظلوم إلى ظالم قاتل. شنو قرأ؟ قال له: أشهد أنك قتلت مظلوما.
يعني يا القاتل عباس وهذاك المقتول ايش بيه؟ بينما هي القراءة الصحيحة شنو؟ أشهد أنك قتلت مظلوما. هذا قد تشتهي بالقضية مو حركة غيرت المعنى. هذه بالقرآن مش قد أكو مثلها. خلينا نستذكر بعض الآيات. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم لو إبراهيم. طبعا بالعادة الانسباق شو يصير؟ الانسباق ينسبق إلى أن الفعل الذي بعد الفعل شنو؟ فاعل. هذا فرد انسباق، هذا فرد معلومة معروفة. ولكن هاي لها قواعد استثناء يتقدم المفعول على الفاعل لو ما لها قواعد. فإذا استقرأ حتى تقول وإذ ابتلى إبراهيم لو إبراهيم. إذا قلت وإذ ابتلى إبراهيم سويت إبراهيم هو الفاعل ربه راح يصير المبتلي إبراهيم. استغفر الله. والمبتلى والممتحن والمختبر يعني يصير إبراهيم هو الذي امتحن الله. إبراهيم هو الذي اختبر أنه كارثة. هذا كفر. لازم تقرأ وإذ ابتلى إبراهيم. بعد مثلها مثلا إنما يخشى الله لو الله. إذا قلت الله صار اللي يخاف يا هو. بينما هي الصحيح هذا مفعول به مقدم تصير إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء فاعل مؤخر هو الذي يخاف. يعني أكثر الناس خشية لله تعالى العلماء. هذا على بساطته وعلى قد ما هو واضح. بس هذا قد يسبب مشاكل في عالم قراءة. انت عندك نصوص تقرأ كربلاء. شنو يعني تقرأ كربلاء؟ يعني تجمع النصوص القديمة وتقرأها غير حتى تحقق وتبحث وهكذا. زين إذا ما يلتفت القارئ فما راح يميز بين القاتل والمقتول. ما راح يميز هذا نحو الفعل والفاعل. أما إذا وصلنا إلى الصفات والخبر الثاني ما أعرف شلون إلى هذا بالنسبة إلى علاقة أو إلى نفس اللفظ. إذا ننتقل إلى علاقة اللفظ والمعنى شوفوا المشاكل اللي صارت. مثلا عندنا آية بالقرآن أنا ممكن مش حافظ الآية. هؤلاء الذين يكذبونك يا رسول الله ويقولون لك لست مرسلا. القرآن شو يقول له؟ إلا قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صحيحة؟ صحيحة الآية ولا مو صحيحة؟ صحيحة. شنو معنى الشهادة؟ يقول كفى بالله شهيدا. هذه لفظ وإلها معنى. اكو علاقة لهذا اللفظ بالمعنى. اللي ما يلتفت إلى معاني الشهادة ايش راح يقول؟ راح يقول هم ذولا يقولون له لست مرسلا. يعني ذولا مكذبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كفار. يعني كفار مكذبين النبي صلى الله عليه وآله. شنو يجي أمير المؤمنين الذي عنده علم الكتاب يا هو أمير المؤمنين. يعني شنو يشهد لأمير المؤمنين؟ فإجوا جماعة قالوا له يا محمد صلى الله عليه وآله أنت مو مرسل. ما نصدق. يقول لهم أنا عندي شاهد. يا هو الشاهد؟ خليفتي علي. هذا ما له معنى. هذا المقدار ما له معنى. لأنهم ما مصدقينك. شنو يشهد لك الخليفة؟ لحظة. قضية موت. يعني عندنا الشهادة مرة الشهادة واحد راح يدور على الآية. قريتها صحيحة. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن الكلمة عندنا خفيفات بس معلومات. بعد ما نكمل إن شاء الله تعالى راح تكون مطروح في الساحة كل من هذا القبيل. كل من هذا القبيل. كل أخطاء إما في اللفظ أو في تطبيق اللفظ على المعنى. أو واحد يقول مثلا شنو معنى الله يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وهذول مو مؤمنين بالله ولا مؤمنين بعلي.
إلا لحظة، إحنا الشهود عندنا لونين، مرة شاهد له ومرة شاهد عليه. مثلا شلون؟ مثلا عامر يطلب زيد أموال، عامر يطلب زيد أموال، فراح عامر قال يا زيد انطيني أموالي. زيد قال له عندك شاهد أنك تطلبني؟ فجاب عباس. عباس هنا شهد لعمر على زيد، يعني قال يا زيد صحيح عامر يطلبك. هذا اللون الأول من ألوان الشهادة. مرة زيد يقول أنا أدري أنك تطلبني بس أنا أذكر هذا الطلب. فعامر شو يسوي؟ يقول عباس تعال اشهد أني طالبت وهو لم يفي. هنا زيد عباس ما شهد لزيد أن عمرو طلبه، وإنما شهد لعمرو أنه طالب زيد، ومع ذلك زيد شبيه لم يفي. نجي للقرآن. النبي صلى الله عليه وآله بلغ هؤلاء رسالته لو ما بلغ. زين من يشهد له أنه بلغ؟ الذي عنده علم. قل كفى بالله شهيدا بيني، الله يشهد أنه بلغ. وعلي عليه السلام يشهد، لأنه بيوم القيامة أكو محكمة، بيوم القيامة والله يدري كل شيء صحيح، ولكن تجري المحكمة على وفق القوانين، ولهذا الجلود تشهد، الإيد تشهد، القدم تشهد. في يوم القيامة هذول نفسيتهم اللي كذبوا النبي الله يسألهم ليش كذبتوا؟ يقولوا له ما بلغنا. يجيب الشاهد، من الشاهد؟ علي عليه السلام. فهنا القرآن من يقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني هذا الذي عنده علم الكتاب يشهد لي أني بلغتكم. عندنا في الأدعية والزيارات رسول الله الشاهد علينا يا أمة. الأئمة يشهد على الأئمة بماذا؟ يشهد على الأئمة أنهم بلغوا الناس، ونحن الشهداء على الناس. شهداء على ماذا؟ يعني نشهد على الناس أننا بلغناهم وأن رسول الله بلغهم. هذه وين المعنى؟ وذاك المعنى وين؟ الذي لا يدري معاني الشهادة قطعا سيقع في هذا الإشكال. مثلا قضية ثانية، اكو احتمال ان علي مو سيد الزهاد، علي بن ابي طالب. تقدر واحد يقول علي مو زاهد؟ يقدر؟ يجي واحد مثلا يقول علي كان عنده قطعة أرض انباعت ب 12,000 درهم، شلون زاهد؟ هذا وين صار الخلط؟ صار الخلط عنده في التقابل. الزهد يقابله الغنى لو الرغبة. الغنى شنو يقابله؟ فقر. صحيح. زين الزهد شنو اللي يقابله؟ الرغبة. وانتم تقرون في زيارة العباس أشهد أنك رغبت فيما زهد فيه غيرك من الثواب الجزيل. فالزهد يقابله الرغبة والفقر يقابله الغنى. فيمكن أن يكون الفقير غني ما يصير لأنه متقابلان، بس ممكن أن يكون الفقير زاهد. خلينا نجيب مثال وجداني. الآن ممكن أن يكون الإنسان طويل وقصير، يصير يقول هذا طويل قصير، يصير؟ لو ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن الطول والقصر بينهما شنو؟ تقابل. بس يصير طويل وسمين أو طويل وضعيف، يصير اثنين، يصير واحد طويل سمين وواحد طويل ضعيف، يصير هم القصير يتصف بالضعف أول. ليش؟ لأنه الطول مو مقابل للضعف. فلما يجي مثلا إلى علي زاهد، وياه إن شاء الله، ترى هذني مطروحات بعنوان إشكال، وهم اللي طارحين كبير يسوي روحه مع انه روحه بعنوان كبير. فمن يجي واحد مثلا يقول علي مو زاهد، يقول لا لحظه، انت ما تعرف الفرق بين الزهد يقابله الرغبه. اما ان يكون عنده قطعه ارض، يكون عنده سياره، هذا ما له علاقه بالزهد. يعني ان لا يكون الانسان راغب في الدنيا، هذا معنى الزاهد.
فقد يكون الغني زاهد، وقد يكون الفقير زاهد، وقد يكون أيضا العكس. مثلا مثال ثالث، مثلا فظن أن لن نقدر. شنو يعني ذو عليه السلام النبي يظن أن الله تعالى عاجز عنه، يعني ما يقدره. هل معنى هذا اللي نستعمله الآن بمعنى ما يقدر عليه؟ هذا كفر، لأن هذا يثبت لله العجز. شنو معنى نقدره؟ أنا نقدر من التقدير، لأن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر. شنو يقدر؟ من قدر عليه رزقه. قدر يعني شنو؟ يعني ضيق يعني ما وسع عليه رزقه. لأننا ظن أن لن نقدر عليه، يعني أن الله تعالى لن يضيق عليه في رزقه. فهذا بالعكس من أحسن موارد حسن الظن بالله تعالى. هذا هواي ترى مثلا نزهونا عن الربوبية. واحد يقول شنو نزهونا عن الربوبية؟ ليش هي الربوبية صفة مو زينة حتى نزهونا عن الربوبية؟ يقول لا، نزهونا عن دعوى الربوبية، يعني أننا لا ندعي أننا إله، إنما ندعي أننا رب أو إله، لأنه دعوى الألوهية دعوى الربوبية هذه سيئة. إذا واحد الآن يقول أن الأئمة عليهم السلام يدعون أنهم آلهة أو أرباب، هذا نسب إلى الأئمة شيء جيد ونسب إليهم شيء سيء؟ لأنه قطعا هم لا يدعون هذا. هذا في عالم الألفاظ والمعاني. مثله ترى بقية الإشكالات كل اللي مطروح. مثلا الآن قضية كثير ما تسمع أنت أن الشيعة يستعينون بغير الله. تسمعون هاي العبارة لو لا؟ طبعا احنا الشيعة نقول الاستعانة بغير الله شرك. أي واحد يستعين بغير الله شرك. أما الاستعانة بالله أو ابتغاء الوسيلة إلى الله فهي استعانة بالله. استعينوا بالصبر ابتغوا إليه الوسيلة. أنا أفرض ملاحظة، ليش إذا كانت هذه مو إشكالات بل هي مجرد اشتباهات، ليش ما تصدى الحوزة العلمية رفع الله رايتها وتبين هذني القضايا؟ يقول هذني ما دام مجرد اشتباهات ما لها قيمة، فالتصدي إلها والرد مو صحيح، لأنه يولد هزالة علمية. يجي واحد يقول مثلا يا بنت شلون يزورون العباس والعباس قاتل له واحد مظلوم، هذا يصير واحد يقعد يسوي رد عليه. يقول له قل له عمي انت قارئ كلمه بالقران شو اسوي لك؟ يجي واحد مثلا ويقول علي شلون علي زاهد لو مو مفتهم القضيه شو اسوي؟ اكو ادب في الحوزه العلميه، الاشكال مره يكون الى قيمه ومحترم فيصرفون عليه وقت، قد انه حتى مراجع الدين يصدقون له. اما مثل هذني اللي هن مو اشكالات، اللي هن مجرد اشتباهات، ولهذا يشوفون منبر الحسين يعني ما يصرف من وقته في بيان انه هذني اشكال ويكون الرد هين وطريقه الرد، وانما بس نبين في بعض الاحيان انه هذني ترى مو اشكالات، هذني مجرد اشتباهات. مثله ترى هذا هواي الحكي، هواي هذا كل تقريبا أكثر من 90% من المطروح الآن بالساحة بعنوان إشكال هو في الواقع مو إشكالات، هو مجرد اشتباهات. مثلا صدعت رؤوسنا بأن علي ابن أبي طالب مسمي اسم ابنه عثمان، سمعتوا هذا الخبر؟ لا هذا مو صحيح واحد يصدق، لأن هذا لا يعد، ليست قضية علمية أصلا، هذه هزالة، هذه فرد نوع من الهزالة، فرد نوع يعني واقعا يستحي الإنسان أن يطرحها بعنوان إشكال.
فرد معروفة بالنجف، بالدروس النجف، أنه الطالب إذا أشكل إشكال وهو ياخذ له فترة أول مرة يقنن إشكاله ويرتبه ويفكر به ويطرحه، من يطلع إشكاله شوية بضعف العالم أو الأستاذ ما يجاوبه، لأن يعتبر هذا فرد شيء يضعف الدائرة العلمية. زين، علي مسمي ابنه عثمان، خو شنو النتيجة؟ النتيجة أنه علي يحب عثمان، لحظة. واحنا عندنا من القطعيات اللي ما بيها خلاف روايات وآيات وأنه هذا العداء ثابت. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذا ما يمكن أنه احنا نستند إلى استظهارك، أنه أنت استظهرت، ما دام ابنه اسمه عثمان يعني هو يحب عثمان. شنو قيمة هذا الحكي؟ أولاً الأسماء مرة يختار الأب اسم لولده حباً بالمسمى صحيح، ومرة حباً بالاسم بغض النظر عن المسمى. الآن في زماننا واحد يسمي ابنه محمد صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش سميت ابنك محمد؟ يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أنا مثلا سامع رواية إذا واحد ولد له 4 ولم يسمي واحدا منهم محمد فقد جفاني. أسمي ابني عباس حبا بأبي الفضل، أسمي ابني مثلا هكذا. هذا النوع صحيح. أكو نوع ثاني لا، أنا عاجبني الاسم. الآن أكو بعض الشباب يختارون أسماء من مواقع التواصل من السوشيال ميديا بصفة عامة، بس هو ما يعرف معناها شنو، ولا أدري ولا أصلا ملتفت. ولهذا بعد فترة يطلع هذا الاسم متسمي به فرد زنديق أو فرد فاجرة مثلا، هو ما يدري، أو قد يكون الاسم مرات يطلع إلى فرد معنى سيء، لكن هو مو ملتفت، مسمي ابنه حارث وما يدري حارث شنو معناه، ما يدري أن واحد من أسماء الشيطان حارث، ما يدري. بس وش عجبه؟ عجبه اسم حارث. واحد مسمي اسمه وليد، عدم وليد بن المغيرة، قطعا ما يريد هذا، لكن هو عجبه الاسم. فمرة الإنسان يحب الاسم ومرة يحب المسمى، هذين حالتين. أول حكم للحاكم الطاغي وغير الطاغي لا ينصرف إليه الاسم. خلينا نجيب لكم مثال. الكبار دول عايشين، شيابنا الله يحفظكم، انتم همين شياب، لو بعدكم شباب. اسم صدام، أول ما حكم صدام، إذا واحد أول ما حكم صدام سمى ابنه صدام، يعني شنو يحب صدام؟ له اسم هذا. الاسم بعد ما ملتصق بهذا الطاغي، الاسم بعد ما منصرف إلى هذا الطاغي. صحيح هو بداية حكما، بس بعد ما ملتصق به الاسم، اسم صدام، والناس تسمي صدام، هواية ناس كانوا اسمائهم صدام. ولكن بعد فترة من الزمن تحول هذا الطاغية إلى عبرة لمن يعتبر، إلى درجة أن الاسم هذا التصق به. فالآن وين ما تقول صدام وين يروح ذهنك؟ إلى هذا الطاغي. ليش؟ لأن هذا عامل الزمن هو اللي صنع هذا الالتصاق، هو اللي صنع هذا الانصراف. مثله شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه. وشمر أول أيام معركة الطف ماكو شايع، ما منصرف، لكن بعد مرور كذا زمن التصق هذا الاسم بهذا الشخص. مثله مثلا عثمان أو فلان مثلا أو فلان، شو العلاقة؟ هذه أسماء، خصوصا أنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه صرح، قل إنما أسميته على اسم أخي عثمان بن مظعون. على كل حال مو إشكالات، بالتالي هذا مو مال واحد أنه يقعد يصرف عليه الوقت. مثله أنا شفت مرة واحد من الأحبة مثلا يطرح فرد سؤال، يقول الله سبحانه وتعالى يقدر يخلق إله مثله؟ هذا صاحب السؤال عنده خلل في قضية التوحيد، هذا يحتاج أن يراجع مسائل التوحيد، لأنه هذا اللي خلق الله سبحانه وتعالى، هذا مخلوق له خالق. أنت من تقول الله يقدر يخلق يعني خلق، هذا صار مخلوق لو صار خالق، صار مخلوق شنو بعد يصير مثل الله سبحانه وتعالى؟ هذا اكو مشكله معناتها وين في فهم مسائل التوحيد، ومو من الصحيح ان يطرح هذا كاشكال ونقعد نرد عليه ونجاوبه، مو صحيح اصلا. هذا اصلا مو اشكال، هذا خلل في فهم
قضايا التوحيد، قضايا الخالق. مثله مثلا هذا اللي كان يصر في زمان الإمام الصادق، ربك ما يدخل البيضة، الكون في البيضة وما تصغر البيضة. الإمام صلوات الله عليه أول الأمر في بعض النصوص الإمام حاول يبين له أنه ترى قضية القدرة ما لها علاقة بشرط البيضة. البيضة لها قوانينها ما لها علاقة بالقدرة. المشكلة الخلل بالبيضة، البيضة إذا ما تكبر يعني ما تشيل العالم. فبين له فرد قضية بها إشارة إلى القدرة. قال له شوف أمامك، عن يمينك، عن يسارك، فوقك. قال له ماذا ترى؟ قال أرى جبال وديان وإلى آخره. قال الذي أدخل كل هذا في عدسه، بالتالي عين الإنسان ايش كبره؟ عدسه، وهذا قادر. لكن المشكلة وين؟ أنه أنت ما قاعد تفهم أن هذه البيضة لها قانون متعلق بها أنها صغيرة. إذا صار هذا واضح، هذا يمكن أن نطبق كل ما يطرح. جل الأعظم الآن اللي يطرح بعنوان إشكال، وفي الواقع ليس إشكال وإنما هو اشتباه. هذا الاشتباه إما نشأ من عدم الفهم في قضية أحوال اللفظ أو في قضية صدق اللفظ على المعنى، ومثله كثير. ثم جر الأمر أنه تصير بعض القضايا اللي هي في الواقع فاسدة في مقدماتها تطرح بعنوان أنها إشكال أو أنها مثلا شبهة، وهي في الواقع ليست أكثر من اشتباه، بل لا قيمة لها أكثر من هذا المقدار. مجرد اشتباه، مجرد أنها اشتباه وغفلة وقع فيها القارئ. من هنا صار ينبغي في قراءة كربلاء الحسين تحقيقا وبحثا وتصنيفا أن يكون حاضر عند كل واحد من هؤلاء مسائل عالمي اللفظ والمعنى. هذا لعله أيضا مهم بالنسبة إلى الشعراء، فقد يقع الشاعر بمفسدة في حال لم يلتفت إلى صدق اللفظ على المعنى. ما أدري ذني اللي حضرا في بالي وغيرهن كثير. احنا الليلة نخرج من كربلاء لنبدأ برب الحسين عليه السلام. تقريبا كل الأيام اللي قريت من بعد الحسين عليه السلام بعد وقوع سيد الشهداء ما شعرت أنه احنا اكتفينا من ليلة 11 وداع زينب وما جرى في ليلة 11 وفي يوم 10 أصلا. هذا يمكن يعني المفروض أن يطول بعد الحديث أكثر. أنا ما أدري ولا قدرة لي أصلا أن أصف زينب صلى الله عليه وسلم، ولكن قلت في 30-40 مجلس، قلت أنا ما أدري زينب كيف شلون ما ماتت، إنها شاركت الحسين صلوات الله عليه بكل المصائب، مع أن الحسين سيد الخلق في زمانه إمام الصف، وهي شاركت الحسين في كل هذه المصائب. ثم استمرت المصائب على زينب بعد الحسين عليه السلام. بالروايات أول ما شافت زينب جسد الحسين يوم طلعت من كربلاء. بس اسمع كان يسامحهم، بس لين اسمع. سامعين هاي العبارة؟ يقول تقريبا كل الروايات يقول إن أنسى لا أنسى زينب. دولة ترى القتلة المجرمين كانوا، دولة الرواة اللي مشاركين في جيش عبد الله، يقولون إحنا كل شيء ننساه إلا وقوف زينب على جسد الحسين. أقول شنو اللي شاف إلا زينب؟ لأنه الراوي يقول أول ما شافت جسد الحسين صاحت ومحمدا.
ومحمد هذا حسينك بالعرب محزوز الرأس من القفا ونساؤك سبايا. اسمع هذا اللي يريد أقوله، والله هاي العبارة والله أنقلها بالنص. يقول إن زينب ما زالت تقول هذا بصوت حزين وقلب كئيب حتى بكت وأبكت كل عدو وصديق حتى رأينا دموع الخيل تتحادر على حوافرها. يعني شنو سوت زينب وخلت الخيل يتحادر؟ والله هاي العبارة هيك موجودة بالنصوص التاريخية، حتى رأينا دموع الخيل تتحادر على حوافرها. ما أدري السماء ما انطبقت على الأرض، ولكن ما الذي فعلته زينب؟ ماذا فعلت؟ ماذا رأت صلى الله عليها؟ والنوم زين العابدين يقول عمه ودعيه وأنت على ظهر الناقة لا تنزلي، إلا أنها التفتت. يقول زين العابد سيد الساجدين إمام الصابر، يقول لكني لما رأيت أبي الحسين كادت نفسي تخرج، فرأتني عمتي زينب، يعني شافت بعد نافع، قالت ما لي أراك تجود بنفسك. قل أنا ودعتك الله يا خويا ودعتك الله يا عيوني، أنا يردون عنك يا خلوني، خويا شمري وخول اليباروني، أنا من صياط أنا من صياطهم ورمدمتوني، ناديت اخوتي ولا يسمعوني، والله يا اهلي الحمية ما تجوني، من ايد الاعاد تخلصوني، خويا لا تقول ما عندك شموع، خويا لا تقول ضيعت الأخوة أنا ماخوذة يا حسين، شوف الشمر بيسر خويا صوت على مجنة لو. يقول الرواة سكينة هنا سئلة، ما أدري هي كانت ما تشوف يعني كانت زينب بينها وبين ما أعرف هاي المواقف شنو. قلها عمه لمن تخاطبين؟ يعني ما تدري حتى الآن ما تدري هي. عمه لمن تخاطبين؟ قالت أخاطب أباك الحسين. يمكن هذا الجسد ما تعرف الحسين، فرمت بنفسها على جسد الحسين، تقول له يا والدي والله الغير أصير من عقبك يتيم يا ابوي النوح من بعد. فصاح ابن سعد بمجموعة من الأعراب جروها عن جسد الحسين، تقول له برضاك يا ورغما عليك يجرني العدم بيديك يا ابو الخيرة، ويا وانا ابكي ودير العين ليك وادري بحميتك ما تخليك، لك المعذور يا القطعة وليدك. ايش تتصور هذا الوداع يكفيه خلصه بليله؟ ما ادري
زينب تودع وزكينة والرباب وزين العابدين، وبعدين يودعون القتلى. لما انحدى مروا على العطشان فوق الدرب وصحابني عدنان خلهم يشيعون. مروا على الجرب مرمية نادى بني عيمي خلهم يشيعون. بعد عليهم يمرون تقلهم مروا على العبا جثة بلا شنو البصر يا ناس نمشي ويخيلون. مروا على الأكبر وفوق الثرى مطار ونادوا بني يشيعون. مروا على القاسم فوق الجرب ونادوا بني خلهم يزيفون. تقول له يا حادي الضعن ضل عليك داجي على ابن علي حلو المحاجي خليني اريد اشبع ضواجي. والله يا حادي الضعن ضل عليك مرني كل مردحاج جاسم كل واحد عنده قصة من الحسين يا مولاي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم كن صلواتك عليه وعلى هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره وبركته، واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه
اللهم وفقنا أن نكون في هذه الليالي من خيرة المعزين والمواسين والمشاركين له يا الله. اللهم اشفي صدره واشفي به صدر الحسين واشفي به صدورنا يا الله. اللهم احفظ وأيد شيعة أمير المؤمنين في جميع بقاع الدنيا والعتبات المقدسة يا الله. أهلك أعداءهم يا قهار يا جبار. اللهم شافي مرضانا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لأمواتنا، يسر أمورنا، اقضي حوائجنا، تقبل أعمالنا بالنبي وآله. من أوصاني بالدعاء: لا تفرق شملنا هذا حتى ترضى عنا وتقضي حوائجنا. إلى أموات المؤسسين والحاضرين والسامعين وشيعة أمير المؤمنين وأمواتنا جميعا والعلماء والشهداء والسادات ومن ليس له ذاكر، الفاتحة مع الصلوات.